مين اللي جاي على الصبح كده؟ ده واحد اول مره يشوف جرس. افتحي يا رانيا يا حبيبتي، ده مش بيضرب الجرس، ده هيموته. اه يا ماي مفيش حد غيري قاعد يفتح الباب. معلش يلا يا يا رورو حبيبتي، بقى. يلا بقى. شوفي مين ده هيدغدغ البتاع. افتحي. صباح الخير، مش بنت انعام بنت عم خالي؟ مين ام الخير؟ ازيك؟ اهلا وسهلا يا حبيبتي، إنعام. ده احنا زرنا النبي. وحشتيني. ازيك يا دناي؟ وحشاني يا وانت اختي. عشان خالص. اهلا اهلا يا ام الخير. ازيك يا عيني؟ حلويتي يا بنتي وبقيتي كده بقيتي حلوه. صدقي وتمني بيه. ايه؟ انا قلبي كان حاسس ان انت اللي على الباب. حسيتي من اول ما جيت من البلد؟ لا، من اول ما حرقت الجرس. اتفضلي يا حبيبتي، البيت بيتك. اهلا وسهلا. اتفضلي خليكي يا اختي. اهلا وسهلا. اصل ولاد الحلال دلوني على دكتور كويس هنا في مصر عشان يعالجني يا اختي من لباجه. جم قالوا لي تعالي بكره. الف سلامه عليكي يا حبيبتي، ان شاء الله العدوين. الله يسلمك يا دناي. مين دول؟ دي رانيا مرات عادل ابني، ودي نجلاء اختها، ودي بقى حمات ابني امها. ربنا يزيد ويبارك. بونجور، كومون فاتو؟ ازيك يا طنط؟ بقول لك ايه يا حبيبتي، القعده بلديون خالص وريحتها وحشه قوي. تعالي نخش جو مكسكوز يا طنط. رانيا خدي بالك عشان دي ممكن تهبرك. ها بلديون يا بتقول ايه؟ هتجيب لي حاجه حلوه؟ سيبك منها، دي مجنونه. اهلا يا طنط يا مامة الخير. انت بقى تبقي مرات عادل. ايوه انا مرة عادل. ومكتفه الواد عادل بكام عيل؟ اكتفه ليه يا طنط؟ حضرتك احنا في عصر الحريات، انا مش محتاجه اكتفه. الحمد لله احنا عندنا ياسمين بس. ربنا يخليها لكم، بس انت جديد تبقي في خطر. في خطر ليه؟ مش فاهمه. أنا هفهمك وهو كله بثوابه. والله فيك الخير يا ام الخير. ما هو الست لازم تكتف جوزي ولا يبص بري. أنا بقى مكتفة جوزي ب9. 9؟ ده انت كده مشحتاه مش مكتفاه. إيه؟ ما أنا لازم أجيب له العيال. عيال؟ ده انت جايبه له الكفه يا اختي، مش جايبه له العيال. يا طنط مامة الخير، الراجل في الريف غير في المدينه. كلهم عجينة واحدة. يعني ايه؟ يعني يا حبيبتي لازم تشدي حيلك وتجيبي له الولد وإلا يجيبوا من بره. هيجيبوا من بره يعني هيستوردوا يعني؟ لا، هيتجوز. كل الرجالة بتعمل كده. نو واي، انا عادل جوزي راجل متحضر ومثقف، مش ممكن يعمل كده. لا، ابني راجل ولا كل الرجاله. تاخذينيش يا عين عام، أنا لازم أوعيه، إحنا برضو عندنا ولاية. انا واثقه في عادل. قال لي يا مأمنة للرجال، كملت يا اختي الباقي. انا ملاحظه ان ام الخير جايه ما شاء الله وفي وشها الخير كله. بصي يا ضناي، أنا هقول لك وأفهمك. الراجل من دول بيبقى فيه علامات وأمارات تعرفي منها إذا كان اتجوز عليكي ولا بيفكر. علامات بقى إيه ان شاء الله؟ أنا أقول لك، يبقى مش طايق البيت وخصوصا مرته، ومش طايق الوكل وخصوصا اللحم، ومش طايق التلفزيون وخصوصا القناة الأسري، وبعدين يكلم بقى على ايه؟ على التوفير عشان يصرف على بيته التاني بحجة بلاش إسراف. لا اطمني يا طنط، عادل جوزي مش كده خالص. اللي انا ملاحظاه ان ام الخير جايه تهدي النفوس يا ماما. جرايه يا ست انت، ده عادل ابني ملاك وانت عارفه كده. عارفة مش راجل يبقى مالوش أمان زيهم. يا اختي انا قايمه اعمل الفطار. ده انت هتولعيها. روحي يا ضنا يا روحي، واني هفضل جنب راني باين عليها غلبانه وعلى نياتها، هوعيها. تعالي يا ضنايا لما اقول لك. قول لي بقى التمثال ده بكام؟ هو حضرتك يعني ده اساسا ب20 جنيه، بس عشان خاطر عيون حضرتك هخلولك يا عم ب35 جنيه بس. لا انا مش عاوز تخفيض ولا تعمل لي خاطر. انا ما برجعش في كلامي خلاص، يعني انا قلت 40 يعني 70. ليه يا عم؟ انا هشتري تمثال اصلي. بص بقول لك بقى، انت هتقعد تضحك لي. التمثال ده ما فيش منه غير نسختين يا عم، نسخه هنا والتانيه في المتحف. طب بس لا خليهولك، انا هشتريه من المتحف ارخص. طب يلا يا عم الناصح، يلا. مش عايزين نبيع ولا نشتري ولا ايه؟ ايه دول؟ ايه؟ بتمارس هوايتك في تطفيش الزباين انت يا رمزي؟ ايه دول بقى؟ ما انت مش شايف دول من الصبح يا عم؟ ده بقوا مفتحين اول يومين دولت يا دوله. مفتحين ايه؟ اياد انت شغلنا الشال ياض. يا دوله بقى، ما هم عمالين يا عم يفصلوا على الفاضي والمليانه دوله. وبعدين انت زي ما انت عارف يعني ان انا فاهم وواعي. انا عارف طبعا. منك لله يا رمزي، منك لله. انا مش عارف اعمل ايه بجد، يعني مش عارف اعمل ايه. المهم، المعلم ابو جبل بعت طلبيه التماثيل اللي انا طلبتها منه ولا لسه؟ لا يا دوله، المعلم ابو جبل ما بعتش حاجه. ما بعتش حاجه لغايه دلوقتي؟ ايه اللي اخره؟
يا نهار ابيض، دي طلبيه العمر، ده انا دافع فيها كل ما املك، فلوس كتيره جدا. يمكن يكون مات يا دوله. قوم يلا نقف في الواجب بقى وفي العزا، يلا قوم. نقف في الواجب؟ ايه اللي هنقف فيه؟ انت تتمنى انه يموت؟ تتمنى تخرب بيت انت. طب هتعمل ايه دلوقتي يا دوله؟ هكلمه وانا هفضل قلق نفسي ليه؟ الو. ايوه يا معلمه دبشه، ازيك؟ انا عادل سعيد. الله يسلمك، واخبارك ايه؟ واخبار ابنك صخره ايه؟ وبنتك رمله عامله ايه؟ سقطت في المدرسه؟ مش اشكال. المهم المعلم ابو جبل اخباره ايه؟ ايه؟ اتقبض عليه والطلبيه اتصدرت؟ لا اتصدرت ايه؟ بقول لكم ايه، لازم تتصرفوا. هتتصرفي ازاي يعني؟ ايوه، ما انا ممكن، بصي انا مش هسكت، ده انا ارميكي انت وابو جبل ورمله وصخره من فوق الجبل المقطم. انا بقول لك اهو، هتتصرفي ازاي؟ الو رد يا دبشه بدل ما فشفشك. الو. ايه يا دوله، في ايه يا عم؟ وغوشتني. معلم ابو جبل يا سيدي طمع وحط تمثال اله الادمان عند القدماء الكولومبيين في وسط طلبيه التماثيل، وده محرم دوليا، اتقبض عليه. يا خبر ابيض يا دوله، مش التمثال ده وانا دوله اللي عينيه من تحت كده سودا ودايما سرحان وعصبي؟ انا بعت منه تمثالين قبل كده، بس انا ما بحبوش يا دوله التمثال ده. ما بتحبوش ليه؟ سرقك يعني عشان يصرف على ادمانه؟ لا يا دوله، قفشته بيلف ورق بردي. طب سيبك من اله الادمان، انا ممكن اجيب لك اله الرغي عند قدماء الرغايين، ده هايل، بينزل معاه قرصين اسبرين عشان اما تصدع. ايه رايك؟ الله عليك يا دوله يا حبيبي، الله ربنا يخليك ليه يا رب يا دوله. ولا انا مش ناقص غباوه، مش ناقص غباوه، كفايه اللي انا فيه. انا دافع فلوس كتيره جدا، دافع كل ما املك يا رمزي. طب انت عايز فلوس سلف مني يعني ولا حاجه؟ لا يا سيدي، شايلك لوقت عوزه. المهم بقى الجماعه اللي عندي في البيت مش عايزهم يعرفوا اي حاجه، لان انا وظيفتي كراجل البيت ما حسسهمش باي مشاكل لغايه ما اشوف اتصرف ازاي. لا اوعى تقلق يا دوله، ولا يكون عندك اي خبر يا دوله، ما انت عارفني يعني انا سر وبير. المهم يا رمزي، انا مش عايز اي حد يعرف اي حاجه لغايه اما اقف على رجلي واعرف اتصرف في المصيبه السوداء اللي انا فيها دي. عينيا يا دوله. طب يعني لا قدر الله يعني، وباذن الله وان شاء الله يا دوله بدون مقاطعه، لو فشلت يعني ان شاء الله اروح بقى اشوف لي انا شغلانه كده في مصنع في 6 اكتوبر. ان شاء الله لو فشلت بتتمنى لي انت الفشل. و6 اكتوبر ايه يا فاشل اللي انت هتروح تشتغل فيها؟ انت تشتغل في 1 اكتوبر، في مايو، في يونيو، 6 اكتوبر. خلاص يا دوله، خلاص يا عم، والله مش هسيبك يا دوله، ما تقلقش يعني. طب دلوقتي لو دوله ان شاء الله قفل البازار، يعني اروح ابيت فين انا؟ خرب بيتك، انت بتفكر يالا بصوت عالي من غير ما انا اسمع. بس يا رمزي، بص انا مش ناقصك خالص. انا لازم بس المهم دلوقتي في الفتره اللي جايه دي امسك ايدي شويه بقى. ليه يا دوله هتمسك ايدك ليه؟ انت هتعدي الطريق؟ وانت يعني ما بتعدي الطريق بتمسك ايدك؟ ايوه طبعا يا دوله، ما على راي المثل يا دوله، اتبع قواعد المرور. المثل بيقول اتبع قواعد ده المثل ده مين اللي قال؟ امك. وقالت برضه جنبيه المثل بتاع ممنوع الاتجاه اليمين وممنوع الوقوف صف تاني. ايوه دوله، هي كانت بتقول لي الحاجات دي كلها دوله، علشان كانت هي بتخاف عليا وانا معدي الطريق، اصل الجاموسه ولا حمار يخبطني ولا حاجه، وعلشان كمان كده قالت لي بقى ابقى عدي، خد لي حد كبير يمسك ايدك يا رمزي. عشان خايفه عليك من البهايم يعني. على رايك ممكن تكون جاموسه معديه مثلا كسر اشاره، ولا معزه عامله غرزه، ولا حمار بيأمرك. فكرتيني يا دوله. انت عارف يا دوله، انا مره صحيت من النوم على صوت خبطه جامده قوي، كانت بقى جاموسه خبطت حمار على الطريق بقى، والحمار اتقلب. حمار اتقلب؟ واللي قلب الحمار ده بقى صاحب الكنبه اللي قاعد عليها الحمار؟ كنبه ايه دي يا دوله؟ الكنبه اللي الحمار قاعد عليها بالجزمه يا جزمه. اهلا وسهلا يا ام الخير، والله العظيم منورانا. ده نورك يا حبيبتي، والله كأني قاعدة في بيتي. ايه اخبار البلد على حسك يا ام الخير؟ حلوين، مش دخلونا المية؟ لا يا شيخة والله. والله، والنايب هيجيب لنا كمان الكهرباء، بس انا بقى مش مصدقاه. وحضرتك مش مصدقاه ليه يا طنط ام الخير؟ في واحدة ست عاقلة في الدنيا صدق راجل، حتى لو كان عضو في مجلس الشعب. واضح انك متعقده من الرجاله، وهتعقدينا معاكي اكتر ما احنا متعقدين. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله على السلامه يا بيبي. الله يسلمك. ايه اخبار الشغل ايه؟ الشغل تمام الحمد لله، كله تمام. ولا يا عادي، انت مش فاكرني يا ولد؟
مش واخد بالي، بس شكلك كده يعني اكيد من شجرة العيلة، بس من انه فرع بالظبط مش فاكر. دم الخير بنت عم خالك. يا سلام، بنت عم خالي؟ اذا كنت انا مش فاكر خالي اصلا ما هفتكر يعني. اهلا وسهلا. اخس عليك يا عادل، مش فاكرني؟ ده انت ياما عملتها على حجري يا والي. هو انا عملتها على حجر كل الناس يا ماما؟ انت ما كنتيش بتلبسيني كفولة ولا ايه؟ بيبي مش عايز تتغدى؟ انا عامله لك النهارده باميه باللحمه بالنعناع. لا مش عايز اكل. ولحمة ايه؟ اللحمة دلوقتي الكيلو بتاعها ب 40 جنيه. طب وانت بقى ما انت ايه مش هتاكل ولا ايه؟ ماليش نفس، مش عايز اكل، انا حر. يعني ايه مش عايز تاكل؟ ما انت لسه راجع من الشغل ولازم تاكل. ايه اللي لازم اكل؟ هو تطعيم ولا اكل؟ انت في ايه يا عادل مالك؟ في حاجه مضايقاك من الشغل؟ بالعكس بقى، الشغل زي الفل وبعمل صفقات جامده جدا. انا الصفقات بترخ على دماغي زي المطر. يا سلام، الصفقات بترخ زي المطره؟ هي صفقات شتويه ولا ايه؟ اجيب لك شمسيه يا بيبي؟ بصي رانيا لو سمحتي والنبي، انا مش فايق لهزار خالص، مش وقت هزار خالص. بركاتك يا ام الخير، يا مرحب يا مرحب يا مرحب. افهم من كده بقى ان حضرتك اتغديت بره؟ ولا بره ولا جوه، ومن النهارده مفيش حاجه اسمها اكل من بره خالص، ولا هي صرف وخلاص يعني. بصي انا مش فايق، انا هخش اقعد في اوضتي، مش هقعد معاكم هنا في الصاله. سلام. بركاتك يا ام الخير، يا مرحب يا مرحب. بس لو ترضى تدوق الباميه باللحمه بتاعتي هتاكل صوابعك وراها وهتروق على طول. انت عايزه تخلصي من صوابعي وخلاص؟ وبعدين لحمه ايه يعني؟ معقوله ناس كتيره جدا مش لاقيه تاكل لحمه وحضرتك عايزه تاكلي لحمه كل يوم؟ بقى كده براحتك يا عادل. طبعا براحتي طبعا. امال براحه مين يعني؟ بس لو اعرف مالك. مالي؟ هو فين مالي ده؟ ومع كده محدش فيكم حاسس باي حاجه. طب ايدك بقى على 200 جنيه. ايه 200 جنيه حته واحده ليه؟ عشان سور المدرسه بتاع ياسمين. سور المدرسه هيبنوه من كل طالب يلموا منه 200 جنيه ليه؟ هيبنوا سور الصين العظيم ولا ايه؟ عشان العيال بتنط من على السور والمدرسه عايزه تصلحه. انا ما ادفعش 200 جنيه وفي النهايه العيال ينطوا تاني برضه من على السور. يا سلام، وانا اعمل انا ايه بقى؟ واقول ايه لياسمين؟ ياسمين. رانيا انا عايزك تاخدي بالك من ياسمين الفتره اللي جايه دي وتشوفي كل طلباتها. ليه؟ وانت رحت فين؟ انا ما روحتش، بس مش كل حاجه عليا. انت دورك كأم لازم تمارسيه، ولازم تشوفي ياسمين محتاجه ايه لو سمحت يا رانيا. يعني انت مش هجيب الفلوس؟ هو كل حاجه هات هات هات، مفيش مره تقولي لي خد ابدا. خد ادفع 150 جنيه وصل النور. وصل النور ب 150 جنيه ليه حرام عليكم. الله، هو انا بلاقي الفلوس دي في الارض؟ معقوله؟ ما انتوا طبعا طول النهار وطول الليل عمالين بتتفرجوا على التلفزيون. يعني انت مش عايزنا نتفرج على التلفزيون؟ اتفرجوا على التلفزيون ساعة ساعتين، لكن مش اليوم كله قاعدين كمان قدام قناة الأسرة اللي أنا مش طايقها دي. يعني انت دلوقتي مش عايز تاكل البامية باللحمة، وفي نفس الوقت مش هتدفع الفلوس، ومش عايزنا نتفرج على قناة الأسرة، ها؟ أنا أهم حاجة عندي دلوقتي في الفترة دي يا رانيا إن أنت تخلي بالك من ياسمين وتشوفي كل طلباتها. يا حنين، وجاي على نفسك قوي كده ليه يا أستاذ عادل؟ إيه، محدش عارف نصيبه فين يا رانيا. قلبي معاك يا ضناي، مش قلتلك الرجاله مالهمش امان؟ طب والحل ايه دلوقتي؟ كل حاجه وليها حل. انا مش عارفه ايه اللي جراله، مش عارفه. ما هي دي يا حبيبتي مرحله التحضير للجوازه الجديده. ماشي اوكي، يعني انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هقول لك على خطه تنفذيها قبل التوبه ما تقع في المعطوبه. قولي بسرعه يا مامة الخير. اول هام تكبسي على نفسه في المصاريف وده حقك. اوكي، طب واللي بعد كده؟ تاني هام تكبسي عليه في الروحه والجايه، رايح فين وجاي منين، مش سيبي له كده الحبل على الغارب. طب تفتكري حضرتك ده هيجيب نتيجه؟ طبعا. تالت هام تكبسي عليه في الشغل وتشوفيه موجود ولا مش موجود، لا يعمل الشغل حجته. مش قادره اصدق نفسي، ما كانش كده. صدقيني، نفذي اللي بقول لك عليه وهتدعي لي. اوكي ثانك يو يا مامة الخير، بجد حضرتك قلتي لي حاجات كانت غايبه عني. يلا قومي من دلوقتي نفذي اللي قلت لك عليه، وربنا يهدي النفوس. احنا عملنا اللي علينا والباقي على الله. عندك حق يا مامة الخير، ما بقاش في وقت. ويا انا يا انت يا عادل. شغل يا هوا. ولا
الشغل يالا، بتبوظ الشغل. قاعد ولا على بالك يا حيوان. فين الشغل ده يا ابو شغل؟ فين الشغل يا دوله؟ انت مش قلت لي خلاص انك ان شاء الله هتفلس؟ فلس؟ انت فرحان فيا ان انا هفلس؟ ما طول ما انت شغال معايا هتهبب افلس. خد علق الشغل مكانه يالا. وبقى دوله بقى، انت نسيت وقفتي جنبك يا دوله؟ ده انا نص مصانع 6 اكتوبر بيتشحتفوا عليا. اكيد عايزين حد يهزقوه طبعا. ما تروح لهم يا رمزي، روح لهم وسيبني يا ابني، سيبني اشوف اكل عيشي ده بدل ما تقف معايا يا رمزي وتسندني لغايه اما اقف على رجلي. ماشي يا دوله، تعال اقف على رجلك يا دوله. يلا مش فايده، هفلس ما في. بس يا نهار ابيض. ولا غور من وشي. روح شوف شغلك، روح شوف شغلك. يوه بقى دوله، بصراحه دوله انا مكسل بقى. ما انت عارف يا دوله ان انا اول مره اشتغل بلوشي كده يعني. انت هتذلني عشان هتشتغل عندي شويه ببلاش يعني. ولا روح هات لي كوبايه شاي يجري. طب ما توفر تمنها يا عادل بدل الزنقه. يلا. الو. ايوه يا معلمه دبشه، اخبارك ايه؟ بصي حضرتك، انا بيتي اتخرب بسبب الفلوس دي. ايوه مع حضرتك لازم تلاقي حل يعني. لقيتي حل؟ بجد والله ما عارف اقول لك ايه. طيب امتى مثلا؟ يعني هتكلميني تاني؟ خلاص هستنى تليفونك. مع السلامه. ايه يا دوله مالك فرحان كده ليه يا عم؟ كفالة الشر. الحمد لله يا رمزي، المشكله ان شاء الله بتاعتي دي اتحلت ازاي يا دوله؟ قول. المعلمه دبشه لسه مكلماني دلوقتي وبتقول هتكلمني تاني عشان تحدد لي ميعاد ومكان تسليم الفلوس. ميعاد ومكان وانت اشتغلت في العصابه يا دوله ولا ايه؟ حسابي ليا لا يخرب بيتك. انت اي حاجه جاي فيها يد الفلوس اللي ليا عند جوزها يالا هتسلمهاني. بس هي المشكله بقى مش عايزه اي حد يعرف، عشان لو البوليس عرف ممكن يكبس عليها وياخد الفلوس دي يتحفظ عليها. طب بص يا دوله، ايه رايك بقى في الفكيره دي؟ يعني انت تاخد معاك قنبله عشان ما يكونش فخ ولا حاجه. قنبله؟ والله تصدق فكره برضه، الواحد يفجر نفسه بدل ما يتحبس والعيال يتشبهوا. الو يا معلمه، امتى الميعاد؟ دلوقتي حالا في الكافيه؟ لا طبعا اجي، وانا اقدر اتاخر عليكي؟ مسافه السكه اكون عندك ان شاء الله. لا عيب، محدش هيعرف الموضوع ده غير انا وانتي بس، ما تقلقيش. سلام. هي مين دي اللي مش هتقدر تتأخر عليها يا عادل؟ موضوع هبقى اشرحهولك بعدين. يلا عشان مستعجل. سلام. يعني ايه رجلي على رجلك؟ لا كله الا كده، ما ينفعش خالص، ما ينفعش. طبعا ما ينفعش، لان البيه خايف يتكشف. اتكشف ايه وبتاع ايه؟ انا مش فاضيلك. سلام. يا عادل، أول مرة تقب يا قلبي وأول يوم استنى. انت جاي بتتلفت وراك كده ليه؟ انت كده هتكشفنا. انا اصلي ما عرفتكيش يعني بالنضاره والعبايه اللي انت لابساهم دول. ما انا لازم اعمل كده، انا اساسا متراقبه، اوعى تكون عرفت حد. لا عيب، ما عرفتش حد خالص، ما حدش يعرف خالص ان انا جاي لك. وانا جايه لك كنت بتلفت ورايا يمين وشمال، انا كده خايفه حد يشوفني. ما تقلقيش ان شاء الله ما فيش حد هيشوفنا، انا واثق ان شاء الله انها هتعدي. اهم حاجه كله تمام يعني. يا خاين يا غشاش يا دون. وبعدين يعني انا قلت لك اجيلك على البيت، انت اللي مرضتيش واصريتي نيجي هنا يعني. اوعى تكون عرفت حد، انا ست بس شخصيتي مختلفه. يا ستي انت ست ولا كل الستات صراحه يعني. على فكره انا ما عملتش كده مع حد من اصحاب جوزي غيرك. بعدين يعني لا مؤاخذه، انت هتشبهيني يعني باصحاب جوزك؟ انا شخصيه مختلفه تماما يعني. اعمل حسابك ان احنا هنتقابل تاني، عشان انا مش هديك كل حاجه النهارده. لا ماشي مفيش مشكله، بس متهيألي يعني اما اقابلك تاني اقابلك في البيت يعني، عشان ما تفضليش قلقانه كده طول الوقت. يا حنين يا مرها في الحس، خايف على مشاعرها قوي. لا ما ينفعش عندي في البيت، الاولاد ما تعرفش حاجه عن المواضيع دي. يا دون يا ناقص، انا لازم افضحك يا عادل. ايه يا استاذ عادل يا سعيد يا محترم؟ رانيا انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ امشي من هنا، امشي من هنا، تبوظي الدنيا. طبعا
حضرتك عايز تاخد راحتك مع الست الهانم. راحتي ايه بس؟ امشي بقول لك، امشي امشي لو سمحت، هفهمك بعدين. ولا بعدين ولا قبلين، كل شيء انكشف وبينه واضح زي الشمس. انا هفضحك يا عادل يا سعيد، انت والقرشانه دي. بقول لك ايه يا ننوسه؟ ما تقوليش يا ننوسه. مش هقول لك يا ننوسه، وبعدين لم لسانك شويه. انا ماليش دعوه بالمواضيع دي، وما عنديش فلوس اديها له. الفلوس بتاعته يبقى يروح ياخدها من المعلم ابو جبل ان شاء الله لما يطلع من السجن، وعليكي خير. فلوس ايه اللي انتي بتتكلمي عنها؟ انا مش فاهمه حاجه. فلوس اللي انت مضيعاها عليا يا ست هانم ضاعت بسببك اهو. مبسوطه؟ انا مش فاهمه حاجه يا عادل بصراحه، لا منك ولا منها. مش فلوس كانت عند جوزها قبل ما يتسجن، الراجل اتسجن، الست اتطوعت انها تديني الفلوس، حضرتك بوظتي كل حاجه. بقول لك ايه، انا ماليش دعوه بموضوع الفلوس ده خالص. الفلوس بتاعتك بقى تبقى تاخدها من المعلم ابو جبل. سلام. رايحة فين يا دبشة؟ فاكرة نفسك أذكى من الشرطة؟ احنا مراقبينك من زمان، اقبض عليها. يا خبتك يا دبشه. مبسوطه يا هانم؟ ضيعت عليا الفلوس وحبستي كمان الست. اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه؟ تعمل لي ايه؟ تعمل لي ايه؟ هات لي بولة ايس كريم بالمستكه.